تعرف اللحظة المليئة بالحزن اللي تشعر فيها أنك لو فقدت شخص ستنتهي حياتك، شخص تعلقت به حبا ومودة أو اعتمدت عليه في أمور حياتك ومعاشك، زوجة ربطت سعادتها بزوجها، ابنة ظنت أن مصيرها بيد أبيها، ابن ظن أن أباه أو أمه هما كل شيء في الحياة وفقدهما يعني نهاية الحياة. ربط المصير والسعادة والإنجاز والانطلاق في هذه الحياة والخروج من الأزمات بشخص أو جماعة أو دولة أو أرض أو حتى مهنة، كل ذلك من منغصات الحياة، بل أحيانا قد تكون سببا لدمار جماعة أو مجتمع بأكمله أو انهيار أمة وسقوط دول. ومن أعظم المواقف التاريخية التي ممكن نستشهد بها إن لم يكن أعظمها وأشدها تأثيرا في مثل هذا الشأن هو موت النبي. يموت صلى الله عليه وسلم وتكون مصيبة موته هي أعظم فاجعة على المسلمين وأشد مصائبهم. اضطرب المسلمون، فمنهم من أقعد ولم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لهول الصدمة. يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم، ووالله ليرجعن رسول الله. هذا عمر. وفي هذا الموقف الرهيب والخطب الجلل والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون، يقبل أبو بكر على فرسه فينزل، ثم يدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه وانحدرت دموع حارة على وجنتي الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيب عمره وقرة عينه. ثم قال وقلبه يتفطر: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها، فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس والناس ملتفون حوله يتمنون لو أن كلامه كان حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. يقول الصديق في رباطة جأش عجيبة: اجلس يا عمر. لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق، والتف الناس حول أبا بكر ينتظرون ما يقول، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، ووصلت الآية إلى أسماع عمر. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة جميعا بثبات الصديق، وهذه واحدة من أعظم حسناته رضي الله عنه وأرضاه. فقد النبي بالنسبة للصحابة شيء مهول عظيم، عاش معهم واعتادوا على وجوده، يرونه في كل صلاة وفي كل جمع، يشهد الجنازة ويعود المرضى ويدعو لهم ويزورهم في بيوتهم. لقد أحبه الصحابة حبا لم يبذلوه لأحد غيره، قدموه على حب الولد والوالد والزوج والعشيرة والمال والديار، بل قدموه على حب النفس، حتى يتمنى الصحابي أن يموت ولا يشاك رسول الله شوكة في قدمه. عاش الصحابة في هذه السعادة التي لم تعرف ولن تعرف في التاريخ، ثم فجأة يأتيهم نبأ وفاته، تقطعت قلوبهم لمماته وذهبت عقول الأشداء منهم. ولكن السؤال الكبير هنا: من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ في نظر كثير منا من أحق بالبكاء والحزن والذهول والنواح عليه صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ لماذا لم يكن هذا الشأن من الصديق؟ لماذا كل هذا الثبات؟ الإجابة باختصار هي أنه لم يربط مصيره ومصير هذا الدين بمصير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مات أو قتل أو غاب انتهى هذا الدين وطويت صحيفته وانتهى المسلمون، بل ربط مصيره برب هذا الدين الباقي الذي لا يزول
والحي الذي لا يموت، الذي قضى وحكم بأن يبقى هذا الدين ويكون له العلو والظهور والخلود إلى يوم القيامة. ثبات الصديق وفهمه لمراد الله في هذا الكون كان إنقاذا للأمة كلها وبقاء للدين، بل وتحررا للفكر والعقل والروح، وكان درسا بليغا تعلم منه الصحابة، وانطلقوا بعد ذلك يفتحون الأرض ويحررون البلدان والعقول. فما هو إلا ربع قرن من الزمان حتى وطئت سنابك خيل المسلمين ملك كسرى وقيصر، وكلما مات فيهم سيد قام سيد، لم يربطوا مصيرهم بمصير أحد ولا دعوتهم بموته أو حياته. وكل انكسار للأمة بعد ذلك إلى زمننا هذا كان من أهم أسبابه غياب هذا الفهم، وربط الناس مصيرهم ومصير هذا الدين بقائد أو منقذ أو مخلص، فكان الضعف وكان الهوان وكانت الذلة. ربط المصير لا يختص برمز من البشر فقط، بل ينسحب على أمور كثيرة في حياتنا، فقد يربط البعض مصيرهم ببلد أو جهة أو جماعة أو فرد، فيتكون لديهم الإدراك بأن مصيرهم مرتبط بوجودهم وسعادتهم مرتبطة برضاهم، ولذلك تحصل الصدمة والانهيار عند فقدهم أو سخطهم. من تكون لديه الفهم لهذه المسألة أدرك معنى الحياة والوجود والخلق والبقاء والفناء واللقاء والفراق، وأصبح لديه اتزان وبعد نظر وفهم للحاضر وتخطيط للمستقبل وشدة توكل على الله وثبات وبصيرة عند الحوادث والمصائب، فلا تأسره وظيفة ولا تحده أرض ولا يستعبده كيان ولا تقعده مصيبة أو ظرف. أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.